بنشوف دينيس وهو بيتخرج من المدرسة الثانوية، وهنا بيفتكر كلام صاحبه ريتش لما قال له يعترف بحبه للبنت اللي هو بيحبها، علشان لو ما عملش كده النهارده هتكون دي آخر فرصة ليه واحتمال كبير ما يعرفش يشوفها تاني. وبدأ يعبر عن فرحته انه خلص المرحلة الثانوية وبيقول لهم انه هيحكي كل اللي في قلبه دلوقتي. بس الحوار في الأول كان رخم، ويتكلم عن صاحبته اللي لازم تعترف انها تافهة ومحدش بيحبها ولا ليها أي أهمية في المدرسة، والتانية اللي على طول عندها انتفاخ وقرفة صحابها معاها في الفصل، وكان قاصد بكلامه ناس معينة وكل واحد فيهم كان عارف نفسه. وبعدها اعترف انه بيحب بس من اول سنة في المدرسة لما كان بيقعد وراها، وهنا بيكون حبيبها الظابط موجود وسمع كلام دينيس، وطبعا الكلام ده مش هيعدي بسهولة. وبينهي كلامه بنصيحة للكل انهم لازم يعترفوا باللي جواهم لاي حد بدل ما يندموا بعدين. ولما بيخلصوا الحفلة بيلاحظ ان كل صحابه اللي اتكلم عنهم عمالين يبصوا له بطريقة وحشة وعايزين يضربوه، وبتيجي بس وبتعرفه ان اللي عمله ده كان محرج ليها وليه علشان هي مش بتحبه، ومع ذلك بتكون عجبتها جرأته فبتقلع لبس الحفلة علشان تعرفنا انها حلوة وبطلة بطلة الفيلم علشان محدش يعلق. وبيجي ريتش وبيقطع كلامهم، فكانت هتمشي وتسيبهم، فدينيس وقفها علشان يعزمها على حفلة لكنها بترفض لانها مش بتحبه ولا معجبة بيه. فبيجي كيفن حبيبها وبيضرب دينيس علشان الكلام اللي قاله من شوية، بس المدرسة بتيجي تنقذه وبيسيبه يمشي وقال له حسابنا مع بعض بس بعدين. ولما روح مع ريتش وجهزه للحفله، ريتش بيقول له انها مش هتيجي لانها ما ردتش عليه بانها جايه، بس دينيس كان عنده امل انها تيجي ويقضوا اليوم سوا. وبيشم هدومه وبيلاقي ريحتها معفنه فبيقلعها وبيهويها وبيلبسها تاني على اساس انها كده بقت نظيفه. وابوه وامه قرروا يسيبوا لهم البيت علشان ياخدوا راحتهم مع البنات، بس قبل ما يمشوا امه بتقول له يغير الملابس الداخليه بتاعته علشان اليوم يكون في مصلحته. وابوه المحترم اللي عايز ضرب الجزمه بيطلع له ازازه خمره غاليه وبيقول له يشربها مع اصحابه علشان الوضع يبقى تحت السيطره. وقبل ما يمشي قال لهم على شويه نصايح كان نفسي اشاركها معاكم بس للاسف مش هقدر. فبيفضلوا واقفين قدام البيت لحد ما فجاه بتظهر عربيه بس اللي ما بتعرفش تسوق، وبتقف قدام البيت وبتنزل من عربيتها ومعاها 2 صحابها، وبصراحه يستاهلوا انهم يكونوا صحابها. وزي ما انتم شايفين دي اعراض الجمال، وواضح ان الشباب بتاعنا كله طاقه وحيويه. فبيدخلوا للبيت وبيتفاجئوا ان مفيش حد غيرهم في المكان، بيفهموا انهم وصلوا بدري وان باقي صحابهم على وصول، ما يعرفوش ان محدش جاي الحفله غيرهم اصلا. وبيبدا دينيس وريتش يقولوا نكت بايخه علشان البنات تضحك، بس محدش بيكون فاهم كلمه منهم. وبس بيجي لها اتصال من حبيبها كيفن فبترد عليه وبتعرفه انها في حفله، وريتش بيطلع ازازه الشمبانيا علشان يبداوا شرب ويحتفلوا سوا. ودينيس بيحاول يفتح الازازه وما بيكونش عارف ازاي يفتحها فبيتعور في ايده وبتنزل دم، وبيحاول مره تانيه فالغطا ترشق في وشه وقعه على الارض بالكرسي. فبيضحكوا عليه، بس قررت تساعده وتحط له حاجه ساقعه على وشه مكان الخبطه، بس قعدتها فوقيه ما بتكونش لصالحها ولا لصالح دينيس، وبتحس بحاجه مش طبيعيه. ولما بتقوم بتفهم ان العيال دي بتحور عليهم فقرروا انهم يمشوا من الحفله، ولسه بيودعوهم علشان يمشوا بتتفاجئ بكيفن حبيبها جاي بالعربيه ومعاه صحابه علشان يضربوا دينيس. فبيقفل كل البيبان والشبابيك بسرعه قبل ما حد يدخل له البيت، بس ما بيلحقش يقفل اخر باب بتاع الجنينه وبيلاقي كيفن دخله منه، وبيبدا يكسر في اي حاجه قدامه وبيحدف عليهم ازايز بس هما بيهربوا منها. فبيرمي الميكروويف في وشهم علشان كده هربوا منه قبل ما يقتلهم بحقه حقيقي. ودخلوا اوضه وقفلوا عليهم وبيدوروا على اي حاجه يدافعوا بيها عن نفسهم، بس مش بيلاقوا غير السيف اللعبه ده، فدينيس بيمسكه علشان يضرب بيه. ولما كيفن دخل للاوضه اتفاجئ ان دينيس معلق صوره بس فوق السرير بتاعه بالظبط. ولما دينيس بيوجه السيف ناحيه كيفن كسر دراع هيكل العظم اللي وراه وبدا يضرب بيه دينيس لحد ما كسر عظمه. وريتش طلع من الدولاب ونط بسرعه من الشباك قبل ما يتضرب هو كمان، بس جت من ورا كيفن وضربته على دماغه علشان تنقذ الغلابه دول منه، وهي كمان شافت صورتها متعلقه فوق السرير بتاع دينيس. والاتنين بيكونوا هربوا من الشباك، بس ريتش الماسوره اتكسرت بيه، ودينيس كان متعلق في الهوا لحد ما كيفن وصل له وزقه من فوق هو كمان، فبيقع على شجره بتشوك وورقها دخل في وشه وبهدله. بعدها بيحاول يهرب هو وريتش بسرعه لحد ما طلع على السكه، بس اتفاجئ ببس جايه عليه بسرعه وضربته بالعربيه، فبتدخله للعربيه وريتش بيركب معاهم وبيهربوا قبل ما كيفن يمسكهم. وريتش بيفتكر اختبار السواقه بتاع بس علشان ما كانتش بتعرف تسوق ساعتها، فبيبدا يخاف من سواقتها بدل ما تعمل بيهم حادثه. ودينيس بيرن على والده من تليفون بس علشان يعرفه باللي حصل، فبس بتاخد منه التليفون ورمته علشان كيفن ما يعرفش يوصل لهم. وبيقفوا عند بنزينه علشان يشتروا شويه حاجات، بس صاحب الماركت مش راضي يبيع لهم بيره، فبس بتحاول تغويه علشان يوافق
بيطمعوا فيها. ودينيس بيسمع الكلمتين دول وبيبدا يقلق من البنت دي وما بيكونش عارف لها الدين ولا مله. وبيدخلوا للغابه وبيولعوا نار وبيبداوا يشربوا البيره اللي اشتروها. ودينيس بيشوف بس وهي بتفتح الازازه ببقها، فبيحاول يعمل زيها بس سنته بتتكسر. وريتش خد البنتين التانيين علشان يتمشوا ويسيبوهم براحتهم شويه، وبيلاقوا قدامهم مزرعه بقر، ولما بيقربوا منها بيجروا وراهم. وبيرجعوا لدينيس وبس وبيكون كوتش ريتش اتعاص من فضلات البقر، فبس بتخليه يرمي الكوتشي قبل ما يركب معاهم العربيه. وبتبدا تسوق بطريقه عشوائيه وبتطفي نور العربيه مع ان الدنيا ضلمه. فبتدخل في عربيه كانت واقفه على جنبه وبيكتشفوا انه ابو دينيس ومعاه واحده، فبيهربوا بسرعه قبل ما يشوفهم ويسالهم هم بيعملوا ايه هنا. وبعدها راحوا لحفله واحده صاحبتهم اسمها اولي، ودي البنت اللي قال عليها في الحفله ان ما عندهاش كرامه ولا شخصيه. وبس وقفت مع واحد في الحفله ودينيس كان بيبص عليها وهو زعلان، بس بيجي من وراه واحد اسمه جريك من ضمن الناس اللي اتكلم عنهم في الحفله، وكان واضح انه عايز ينتقم منه ويضربه. بس اتضح ان كلام دينيس اثر فيه وبيقول له انت كلامك كان صح، وهو بيحضنه وبيعيط. وبيطلع لريتش وبيعرفه ان الكلام اللي قاله في الحفله نفعهم علشان قدر يقابل بس واصحابه كلهم. وبيجي اتنين صحابه وبيسالوه عن اللي في وشه، فريتش بيرد بدل دينيس وبيقول ان كيفن هو اللي عمل كده في وشه. بس دينيس بعدها ضربه علقة موت وسايبينه في المستشفى من شويه. فالبنت بتقول له ان كيفن معاهم في الحفله دلوقتي وواقف عند السلم. فالاتنين خافوا وقرروا يهربوا بسرعه قبل ما يشوفهم. وبس بتشوفهم وبتسالهم في ايه، بيكون كيفن شافهم هو واولي صاحبه الحفله، والاتنين عايزين يخلصوا من دينيس بسبب اللي عمله معاهم. وفي نفس الوقت بس عرفت ان كيفن بيخونها مع اولي، فالرجاله بتتجمع على دينيس وشقطوه لبعض زي الكوره. ولما بيقول لهم ان الكتره تغلب الشجاعه وقفوا ضرب، واولي قالت لهم يعملوا مباراه ولازم واحد فيهم يضرب التاني، وواحد منهم بيعمل نفسه حكم علشان يبداوا ضرب. بس دينيس بيقول لهم انه مش موافق ومش هيتعارك مع حد. فكيفن ما استناش عليه وضربه ضربه قويه في وشه، وجريك ضرب كيفن وبعدها ضرب الاتنين اللي معاه علشان يساعد دينيس. بس واحد منهم قاموا ضربه برجله في وشه وقعوا على الارض، ولسه هيكملوا فيهم ضرب. كيفن سمع صوت عربيته بتقرب منه لحد ما لقاها بتكسر الحيطه ودخلت له، وبتطلع بس العبيطه اللي سايقاها علشان تساعد دينيس واصحابها. وبيهربوا بالعربيه وبس بتقول لهم هوديكم لمكان مستحيل حد يتوقع ان احنا فيه. فبتاخدهم للمدرسه بتاعتهم وبيكون معاها مفتاح الملعب بتاع البنات، فبيدخلوه وبيبداوا كلهم يرقصوا لدينيس ويهزروا معاه علشان ينسى اللي حصل فيه. وفعلا دينيس بيبدا يضحك ويهزر معاهم. وبعدها البنات بيروحوا يغيروا علشان ينزلوا حمام السباحه، فدينيس بيتسحب وراهم علشان يتفرج عليهم وهم بيغيروا. بس هم شافوه قالوا له تعالى ما تتكسفش احنا زي اخواتك. ودينيس اكيد مش هيرفض انه يكون في الخير ده كله لوحده، فطلبوا منه يغير هدومه هو كمان وينزل معاهم حمام السباحه. ودينيس عرف ريتش علشان يشجعه وينزل معاهم، واكيد برضه ريتش مش هيقول لا. وهو بيغير هدومه اتفاجئ بكيفن بيضربه على وشه، وريتش بيشوفهم فبيضرب كيفن بالفوطه ضربه صعبه حبتين. ودينيس والبنات خدوا هدومهم علشان يهربوا قبل ما يفوقوا ويمسكهم. وهنا بنعرف ان ريتش كان بيتضرب من الفوطه من صحابه وهو صغير، علشان كده اتعلم الضربه دي وبقى يضرب بيها اي حد يضايقه. وبيركبوا العربيه وهربوا من المدرسه قبل ما كيفن يطلع، وبداوا يتكلموا عن اللي بيحصل معاهم بسبب دينيس، وبيعرفوه ان الكلام اللي قاله في الحفله ما كانش ينفع يقوله. وطبعا الناس مستحيل تسمع رايك فيهم لو ما كانش حلو زي ما هم عايزين يسمعوه، علشان كده كل صحاب دينيس كرهوه برغم انه طيب ومش بيأذي اي حد. وبس بتقوله انها جت حفلته علشان تضحك شويه مش علشان هو قال بيحبها والكلام ده، فبيتضايق وبيعرف انها مش معجبه بيه وانها بتتعامل معاه كصحاب مش اكتر. وبتقوله يخلع قميصه علشان ريحته تقرف الكلب، وبتطلعه في الهواء علشان ينشف من العرق وريحته تروح. فبيقع من ايدها وبتوقف العربيه علشان تجيبه، ودينيس بينزل علشان يجيبه هو لابس بالشكل ده. والله عيل غلبان، بس صحابه فضلوا يضحكوا على منظره. فبيصعب على بس ولبسته التيشيرت بتاعها وبدات تدور معاه على القميص، وبيسالها هي ليه مرتبطه بواحد زي كيفن برغم انه كل شويه مع بنت شكل. بتعرفه انها كانت بتحبه وحذرته كذا مره انه يكلم حد غيرها، بس المره دي كانت اخر مره ليه ومش هتكلمه تاني. وبتساله هو ليه قال انه بيحبها في الحفله، فبيعرفها انه قرر يقول اللي في
قلبه حتى لو مش هيعجب اللي قدامه. وبمجرد ما اعترف لها ان هو بيحبها هو كده ارتاح نفسيا ومش مستني انها تحبه هي كمان. ولما بيلاقوا القميص بيشوفوا حيوان الراكون الشرير عمال يشم فيه، فبيخافوا منه وبيرجعوا للعربيه بسرعه وبيروحوا لبيت صاحبتهم اللي عند البحيره وبيسهروا هناك. ودينيس بيغير هدومه وبيرتاحوا من الليله الكئيبه اللي عاشوها. وبس بتنادي على دينيس علشان يحضر معاها شروق الشمس، وبيعرفها ان الحاجه الوحيده اللي هيفتكرها من المدرسه هو اليوم ده. وهي بتقول له انها خايفه من الكليه ومن الناس اللي فيها، دول في ثانويه وبيعملوا كده، امال في الكليه هيعملوا ايه؟ بس دينيس بيقول لها ان صحابها هيحبوها علشان هي طيبه وجدعه. وبعدها قربوا من بعض وحصل اللي حصل، وابوه بيكون راجع للبيت وبينضفوا من اللي حصل فيه. وبيعرف دينيس انه فرحان علشان قضى وقت حلو مع صحابه، بس بيعرفه انه متعاقب بسبب اللي عمله في البيت وكمان علشان خبط له العربيه. وبس بتودع دينيس وبتعرفه انهم اكيد هيتقابلوا تاني وهيكون يوم احلى من كده. وكده او كده الفيلم خلص على كده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتأكد انك مشترك في قناة محمود عادل علشان يوصلك كل الافلام الجديدة. والسلام.